كنت عايز أسأل نيافتك سؤال: كيف يكون المسيح هو الله ويجهل يوم القيامة كما قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب؟ كيف يكون السيد المسيح هو الله؟ عشان نفهم المسيح، ودي بقولها كتير لكن مش هزهق، لازم نعرف ان في لاهوت وناسوت. لاهوت يعني الطبيعة الإلهية، ودي عند الله وحده. وناسوت دي الطبيعة الإنسانية، ودي عند البشر. الوحيد اللي عنده لاهوت وناسوت هو الابن. يعني حتى الآب لاهوت فقط، والروح القدس لاهوت فقط، والابن كان لاهوت فقط لغاية ما اتجسد. لما اتجسد صار إنسان بالحقيقة. والكنيسة بتوصف الاتحاد بين اللاهوت والناسوت إنه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال ولا استحالة. على الأقل الثلاث صفات الأولانيين الناس حافظينها لأنهم موجودين في القداس: بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. كلمة ولا تغيير معناها ما فيش صفة إلهية في المسيح تغيرت، وكذلك ما فيش صفة إنسانية في المسيح تغيرت. طب أحيانا تبقى الصفات الإلهية عكس الصفات الإنسانية. الاتنين موجودين في المسيح في تصالح من غير ما صفة فيهم تتغير. يعني مثلا الله لا ينام، الإنسان محتاج ينام، فالصفتين في المسيح إنه بينام وبينامش. ينام بإنسانيته كإنسان وما ينامش بصفته الله. طيب الله لا يموت والإنسان قابل للموت، فالمسيح الصفتين فيه إن هو بلاهوته لا يموت، بناسوته قابل للموت، عشان كده ده الموت نيابة عنه. مثلا الله لا يتعب، الإنسان يتعب. الصفتين في المسيح: لا يتعب بلاهوته، بيتعب بناسوته. يعني الإنجيل ذكر الصفات الإنسانية عشان يأكد على إنسانيته. نيجي بقى للنقطة دي اللي هي الله يعرف كل شيء والإنسان في حاجات ما يعرفهاش. فالصفتين في المسيح دون اختلاط ولا امزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال ولا استحالة. حتى هو بيقول ولا الابن، يقصد هنا بإنسانيته، كإنسان ما يقدرش يعرف ده. بالظبط، بإنسانيته. لكن بلاهوته عارف كل شيء. الناس بتاخد الآية دي وبتثبت بيها العكس، ان المسيح مش هو الله، وهو بنفسه اللي قال كده. عشان كده أنا يعني إيه بقول إن الفهم بتاع شخص المسيح هيسهل لنا فهم كل النصوص دي، مش دي بس. أكيد سيد. طيب